السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة الفيديو مختلف شوية. ان طبعا مش هنعمل اكل، انا بس هوريكم الاكل اللي انا عملته ده. وطبعا هستنى رأيكم في التعليقات، تقولوا ايه رأيكم في شكله. بجد حلو جدا. ده كان معايا عشا عروسة، انا ما صورتش وانا شغالة لاني كنت مضغوطة جدا، وطبعا لازم اخلص الحاجة في وقتها والحمد لله خلصت قبل الوقت، والحمد لله زي ما انتم شايفين دي كانت النتيجة. عملت هنا جلاش، طبعا ده كان عشا عروسة وكمان لحمتها. تمام. وعملت كمان هنا الكفتة، ربنا يبارك لهم يا رب وياكلوه بألف هنا، وياكلوه في هناوة، وربنا يسعدهم ويبارك لهم في حياتهم ويرزقهم بالذرية الصالحة. عملت بقى الكفتة، شايفين ما شاء الله، طبعا عاملة زي ما عاملة للعروسة عاملة لحماتها. شايفين شكل الكفتة بقى واللمعان اللي فيها حلو جدا. وعملت كمان الحمام، هزينه بس كده بشوية من الخضرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بارك يا رب. الأكل شكله حلو جدا بجد، الكاميرا ظلماه جدا جدا. طبعا أنا مش بصور بفلتر ولا عندي إضاءة كويسة ولا أي حاجة، بكاميرا الموبايل عادي، وزي ما انتوا شايفين الشكل تحفة. زين برضو. وعملت كمان فراخ شويتها برضو في الفرن زي ما انتوا شايفين. وكمان ده كربط مشوي، ده روستو في الفرن حلو جدا. وعملت بقى شوية الرز العسل اللي انتوا شايفينهم دول، ده رز بالمكسرات، لوز وبندق وزبيب. مش قادرة اقول لكم طعمه عامل ازاي، حلو جدا جدا. وزينت الطبق متطرف بالشكل ده بالخضرة، او نديله شكل حلو كمان عشان تبقى الحاجة كده. طبعا العين بتاكل قبل الفم. فزي ما انتوا شايفين شكل الاكل عامل ازاي. ربنا يبارك يا رب. طبعا هستنى رايكم في التعليقات. لو حابين اصور معاكم بعد كده فيديوهات اما بكون بعمل عشاء عرايس وكده، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم طبعا، وهصور معاكم ونشوف كل حاجه بالتفصيل. طبعا الحمام دوت كان في بعض واحده جاياني بطنها كده متقطعه. فحاولت ان انا اخيطها وانا بحشيها علشان تبقى سليمه وحلوه وشكلها يكون شكلها حلو. فللاسف الحمام بيبقى جلده رقيق جدا مش متحمل، فاللي انا خيطته طبعا مش انا اللي جايبه الحمام، صاحبه الحاجه هي اللي جايباه وانا اشتغلته. شايفين شايفين بقى لون ذكر البط المشوي بجد بيبقى مستوي ودايب دوبان كده، بيبقى حلو جدا. لو جربتوا المشوي هيعجبكم قوي. وده الفراخ، شايفين لونها، التتبيله بتاعتها روعه. طبعا بدخلها في الفرن على الشبكه، وبولع عليها من تحت لمده نص ساعه على نار عاليه، وبعد كده النار بتهدى خالص، واسيب الفراخ تستوي كويس جدا وتنشف. ومش تنشف بقى يعني انها تنشف، لا تنشف يعني ايه، تبقى ناشفه زي ما انتم شايفين كده، واخده لون حلو. تعجبكم جدا. وده برضو الحمام اهوت. انا بس حبيت اشارككم كده الاكل معايا اللي انا عملته عشان تقولوا لي برضو رايكم فيه. ولو حابين اصور معاكم زي ما انا قلت لكم اكتبوا لي، وانا ان شاء الله بصور معاكم بكون بعمل 10 ريس وكده. حاولوا تجيبوا الحمام ما يكونش مقطوع من البطن، علشان طبعا بيتفتح وهو بيستوي، لكن اللي ما كانش مقطوع ما شاء الله كلته سليم زي ما انتم شايفين اهوت. فطبعا المفتوح ده مش مني دوت، جاي لي مقطوع من البطن، وانا حاولت زي ما قلت لكم ان انا اخيطه. طبعا برضو اتفتح زي ما انتم شايفين، بس يلا الحمد لله الحمام كله شكله جميل. وريحته وهو بالطبخ كانت حلوه جدا، لان بعمل له خلطه مميزه شويه، فما شاء الله اللهم بارك، ياكلوه في هنا يا رب. وحبيت اشارك معاكم النهارده الاوردر اللي انا كنت عاملاه دوت. واستنى بقى ان شاء الله رايكم. شايفين لون الجلاش حلو جدا، الكفته لا بتكش مني ولا كمان بتنشف ولا اي حاجه خالص، زي ما الناس كتير بتكلمني بتقول لي الكفته بتنشف والكفته بتكش مني وكده. لا، يبقى القطعيه اللحمه بتاعتك مش للكفته، عشان كده الكفته بتنشف منك. ودي كانت الوصفه. الفيديو بتاعي معاكم النهارده فيديو بسيط جدا جدا، حبيت اشارككم اللي انا عملته. استنى ان شاء الله رايكم تحت في الكومنتات. ولو حابين اعمل لكم اي وصفه واصور معاكم، ولو حابين اصور لكم في الاسعار بتاعه رمضان، هي مش رمضان، انزل لي العطاره واصور.
اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هنزل اصور لكم الحاجه بكل الاسعار. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.